السلام عليكم. هلا حبايبي، نكمل إرباط 13 من رواية جبروت آل صعب. لا تنسوا تخلوا لايك، اشتركوا بالقناة وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ويلا نكمل. ده راح يعني تحذير، أحذركم يعني مقدما، لأن أدري هاي التعليقات راح تجيني، راح يقولوا لي ليش، لماذا، وكيف فعلتي ذلك. بنات، خافت يعني شفتوني قلت معناها يعني الكلمة غلط، دا أحاول أصححها. شفتوني صفاني الصفنة طويلة، يعني هاي الكلمة أصلا غير موجودة بقاموس، وغير يعني ما أعرف شنو معناها أصلا، فصفنت أحاول أحط كلمة مكانها. أوكي، وإذا شفتوني قلت كلمة وهي طلعت غير كلمة، بعدين قلت فهي الكلمة أصلا خابطتها، يعني اكو احرف شايلتها مثلا الكاتبة، فانا لازم احط هاي الحروف، واكو كلمة ما يصير تنحط هنا وحاطتها الكاتبة فانا اشيلها. هم اكو غلط بالاسماء، يعني مثلا بدل ما تقول روعة تقول رندة، بدل ما تقول عون تقول خطاب، بدل ما اعرف شنو تقول هاي شنو. اوكي، فيعني انا حذرتكم لانه راح يصير كوما جلتش، راح انا اخربط وانتوا تخربطون يعني، وانتم من الخربط وظلت تقولوا لي ليش ما تعرفين تقرين. هو الصوت مو مني، الصوت من الكاتبة، بس انا انطيكم تحذير مقدما يعني. اوكي ادري طولت عليكم، بس يعني اعطيكم تحذير. اوكي، هسه يلا نبلش. عمرة، وصلنا للبيت انا وثراء وابويا ومحمد الصادق ومحمد الهادي، ورجعنا يرتاحون وبعدها يروحون الأمي رندا ما تقبل ترجع للبيت. روعة، ها عمرة شلونها ماما بشري؟ زينة، شبيكم لعد خالة ثراء؟ شبيها؟ ما بيها شي، بس أمي تعبانة حيل، والدليل اليوم ما عرفت محمد الجواد وهو شبع قهر وظل يبكي خطية. أوف يا يمه سودة علي، أسوي لكم عشا تاكلون؟ أنا ما أريد، بس شوفي الولد خطية وجدك هم. جنات، ها عمرو عيني شلونك؟ شلون خالة صارت؟ ما أدري جنات، والله ما أدري إيش أقول، بس ادعولها ترجع بخير للبيت. والله أدعي تقوم بالسلامة وترجع لبيتها، خالة كلش فقيرة. آمين يا رب، الله يسمع منك. روعة، راح أسوي لكم شي خفيف أكلوا، بلكي الولد هم ياكلون. اي تعالي سويا نسوي. اي ثراء، عمرة أنا راح أنام، ما أريد أي شي. ليش قلبي؟ أكلي شوية وروحي. لا والله ما أريد عوافي. صبيت لهم صبيت لهم البنات روعة وجنات، والولد ما قبله، وأبويا هم. قعدت أكلت لقمة، وقفت ببلعومي، ما قدرت أكمل، خليت وقمت. صاحن البنات مهجة. ليش خالة؟ تعال كملي وانتي تعبانة. ما اشتهي والله، قعدت على التخم وقلبي صارت بينا غازات توجعني يمه. أخذت تليفوني وطلعت رقم محمد الجواد واتصلت، ما رد علي. قمت أروح وأجي وقلبي يدق وأوضاعي كلها تخربطت من التوتر، ما أعرف شو أسوي. دخيلك يا ربي، ما عندي غيرك يسمعني. شافي وعافي أمي. دق تليفوني عبالي جواد، طلع عون متصل. عون، ها عمرة شلونك؟ وصلتي للبيت؟ هلا، وإيه وصلت. انت شلون صرت؟ زين أحسن شوية، بس شوية ألم أكو طبيعي، غير طالع من عملية. انت عمتي شلونها؟ هو جاب طاري أمي وأنا بسرعة نزلت دموعي، ما قدرت أجاوب. ها عمرة سالمين؟ شبيج قلبي؟ مو وياك أحكي، أحمها وياك. شبيج يا بعد هلي؟ لا تبكين. عون أموت والله إذا أمي صار عليها شي. إيش لا تفاولين هيجي كلام عليها؟ اليوم من شفتها كانت حيل تعبانة، وحتى ما قدرت تحكي، وزادتها أكثر اليوم من ما عرفت محمد الجواد. لا حول الله. كافي عمرة وعلي، شلعتي قلبي. أطلع أجي عليك؟ لا شبيك؟ تحكي أنت اليوم طالع من حلق الموت؟ قولي يا الله عمرة، عود هاي أنتي القوية تحكين هيك وتبكين؟ ما أقدر عون، كل شي ولا أمي، أضيع بدونها. عمرة تنتهي خلاف أمها والله. أدري بيج، لا تخلين هيك أفكار تراود عقلك، وادعي لها والله كريم. إن شاء الله أخذ راحتك عيني، الله وياك يا روحي، محتاجة شي سلامتك. سديته ولقيت اتصال من محمد الجواد. يما قلبي ما قدرت أسيطر عليه، رجفت إيدي إجتي روعة. ما قدرت أسيطر على رجفة إيدي، إجتي روعة ومهجة. شبيش عمرة ترجفين شكو؟ ما أدري. محمد متصل، ما أدري إيش بيه. على كيفك شبيج؟ رجع اتصلي عليه. إي اتصلت عليه بسرعة جاوب، بس يا ريت بهالوقت ميتة ولا سامعة هيج خبر. يا ريت وتمنيت ما جاية للدنيا ولا جايبتني أمي.
لم تكن كلمة واحدة فقط، لا بل كانت كافية لهدم ما تبقى من عمري. محمد الجواد: ولش عمرة راحت أمي من إيدينا، أمي ماتت. خطية، الله يرحمها. روعة. بابا على عمرة بسرعة تغيرت وترجف، صرخت صرخة من عمق أعماق قلبها وقعدت بالقاع تبكي بحرقة. وأمي راحت وعافتني. ليش يمه؟ كنا انصدمنا وكلها فزت على صراخ عمرو. عرفنا انه ماما نفس ماتت. جدو طلع برا يخابر والولد هم وياه طلعوا ويركضون ويخابرون وتقابلن خارلة وعمرة وثراء يبكن. ثراء قطعت نفسها من البكي واحنا هم نبكي ما مصدقين. اخاف عمرة سمع شي غلط لو شي. اني من الصدمة والبكي اختنقت ماكو هوا بريتي واحس ما اقدر اتنفس. وعمرة بعز روحها رايحة اجت علي هي ومهجة. عرفوا بيا احتاج البخاخ. خلتني على رجليها وبس احس كل شي تسويه مو بوعيها. مهجة روحي جيب البخاخ بسرعة. ركضي ايه هسه. روعة لا تكسرين ظهري ما اقدر. قومي ساعديني يعني حيلي راح والله. اسمعها الشرط ما بيها شي بس احتاج بخاخ. هاج خالة خلت لي البخاخ واجتي ثراء قعدتني على الكرسي وطلعت عمرة ركضت على جدو تحكي ها يابا الله عليك بروح امك وابوك يابا تحكي صدق صدق امي ماتت لو لا يابا بس احكي صعب. قولي يا الله ابويا ما ادري اي شي انا. لعد ليش اخذت مستمسكات شنو سوي بيهن ما حكاها. طلع جدو صعب. انا صرت احسن شوية بس خالة ثراء وعمرة ما سكتن بس بكي. خالة ثراء تبكي. عمرة لازمتها وتبكي بحرقة وبس يرددن كلمة ليش يمه هيك عفتينا ورحتي منو إلنا بعدك يمه. بدت الناس تجي علينا وتواسي بينا وكلها اجتي ولا اعرف شلون وصل الخبر بسرعة بحيث بيتنا انترس نسوان وزلم برا يواسون الولد ويعزوهم ونسوان هم كلها تحكي الله يرحمها برحمته الواسعة. ما فد يوم سمعنا منها كلمة مو زينة. والنعم من الجارة ام محمد والله طيبة وزينة يا خسارة اي والله. والباقي هم يردون اي والله صح. بوقتها عرفت راحت ماما نفس ضحكت الحلوة. كانت ما كانت محسستنا انه هي بيبية النا لا معتبرتنا مثل بناتها واكثر وتحبنا هواي. ماكو هيجي دقايق وسمعنا النسوان اجتي. فتحنا الباب مال غرفة الخطار فاتن السيارات واخير سيارة التابوت بصوت عالي. كنا عطنا دخلوا التابوت الولد واصدقاء الولد وقعدنا يم التابوت نبكي. واقفة بصف التابوت ودخلت ماما تبكي وتعيط وجهها اصفر. درت وجهي عليهم. محمد الجواد شاق التيشيرت ولازمه جدو. محمد الصادق يريد يفتح التابوت واصدقاء ما يخلونه. محمد الباقر هم مشقق ملابسه واصدقاء لازمينه. محمد الهادي لازم عمرة وصافن على التابوت. ثراء بصف رجلها وتبكي وتعيط وتملخ بشعرها. ماما لازمها بابا تريد تروح يم التابوت تفتحها. موجة قاعدة على الكرويته وتبكي وتعيط. التفتت على محمد الصادق من دفع صديقه وفتح التابوت. عطت من الصدمة اللي شفتها. ماما نفس نايمة وشوية فاتحة عيونها وجهها أصفر. أبابا على رجليها صفر ما بيهن قطرة دم. صرخت من الصدمة أمي هاي أمي. بسرعة سدوا التابوت وقالوا حرام هاي حرمة ميت. رحت يم ماما نلطم أنا وياها وإجت يمنا ثراء تلطم وتصرخ والولد يلطمون ملخوا نفسهم من البكي والعياط. لتوسط النسوان هاي اوكي. لتوسط النسوان وانعى محبوبي ليش هيك يا يمه. قومي يا يمه هاي نومه مو إلك يمه. شالوا التابوت. ماما ما قدرت تروح لأن حامل. راحت عمرة وثراء والولد وبابا بقى يمنا ما عدا بس محمد الهادي اللي ما قدر يروح وبس صافن. أباوع عليه صار أصفر. راح طلع بالطرمة قعد والبنات نزلن لابسات عبي راحن وياهم. عمرة نمشي أنا وثراء ورا جنازة أمي وأسمع ناس تصيح لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صح أمشي ولازمتني ثراء وخالتي أخت أمي كبيرة بس مو بعي أمشي. رجلي ماتن وما أقدر أمشي. بالقوة أسحن نفسي سحيل لحد ما صعدنا سيارة وكلها صاعدة بيها. خالتي احتارت بينا أنا وثراء كلش نحبها احنا. صعدوا تابوت أمي على السيارة مفتوحة. الجامة اللي يمي وخروا العباية وأنا أخذتها من ايد محمد الجواد وظليت حاضنتها طول الطريق. صعب كلش اوصف شنو احساسي يمه. هو انا جضال بيا وحملتيني فراقج
دموعي ما سكتت وكلها تحكي وياي، سكتي بداعة امك بس هيهات دموعي تسكت. ما اعرف شلون وصلنا للنجف وش وقت، ما اتذكر اي شي، بس بعد من وصلنا للمغتسل اني طلعوني وبقى الثراء بس واني بالسيارة، وظليت فترة وبعدها طلعنا للمقبرة ولقينا محضرين ودفان موجود هم. ما قبل لو انزل اسمع صوت اخويا محمد الباقر يحكي، محمد الباقر ولش يمه لا تعوفين ولدش وترحين، يمه انتي مو تحبينا شلون راح تعوفينا حدنا، يمه قومي يمه احنا صح كبار بس مو تقولين بعيوني اشوفك جاهل، مو قلت بعيوني اشوفكم جهال، شلون رضيتي يمه. محمد الجواد يمه قومي يمنيت تمنيت اوكي تمنيت اني تدفنيني مو اني ادفنك بايدي يمه، كون اني بدالك انزل يمه، مو تنتظرين ش وقت ننزل من الدوام، بعد ياهو ينتظرنا يمه، لا هيج تسوين يمه. محمد الصادق يمه قومي الخاطري اني اصغر ولدك يمه لا تعوفيني يمه بعد وقت، يمه احنا تعبناك هواي بحياتك، احنا ما نقدر نعيش خلافك يمه، انتي شمعة البيت لا تطفيها قومي يمه. ما قدرت اظل بالسيارة، نزلت اسحل بنفسي سحل وتمشيت وصاحب على محمد الجواد اجا علي سندني ظليت واقفة واسمع صوت الدفان يلقن الشهادة واني انهاريت ما قدرت، وقعت بالقاع وارجف وبردانة وبارد حاضني. محمد الجواد حاضني على مود ما اشوف شنو يصير، لحد ما خالتي صاحت على محمد الجواد يوخرني، خالة وخرها خطية تظل مشاهد ببالها مالت امك وهي صغيرة مو زين عليها تشوف هيجي، اخذ اختك ثراء هم، اي هسه اخذهن. صاح على اثير رجل ثراء قومها من القاع وصعدنا بالسيارة، نومتني على رجلها وتبكي واني ابكي، ظلينا فترة وبعدها كلها صعدت بالسيارة، وصلنا للبيت نزلت من السيارة وأشوف أصعب شي بحياتي هو منصوب شادر الفاتحة مالت أمي، روعة بقينا بس أنا وأمي بالبيت وخالي وأبويا يمنا وخال أمي رندة، بقى على مود ناس تجي على مود من الناس تجي هو موجود. أمي بقت للصبح ما نايمة وكل شوية تخابر عليهم، أبويا جاب ملابس سود إلي والأمي ومهجهم، بس خاله محمد الهادي بقى يكسر الخاطر يفطر القلب، يمكن لحد الآن هو ما مستوعب صارت هو اللي صار، هو أكثر واحد يموت على أمي نفس، بحيث هي تعامله عبالك طفل مو ولد كبير وفاهم، وتقول هادي معزته خاصة بقلبي. صح مو تعبانة ومالها صح أمي تعبانة وما لها خلق، بس جاي تقوي نفسها على مود خالو هادي، خافت لا يتخبل لو يصير بي شي. بعد ما سمعنا صوت جوي من الدفن طلعنا اني وامي ظلنا عيطن ويبكن، خالاتي وخوالي منظرهم يموت بمعنى الكلمة، مشققة ملابسهم وكلها تراب. امي حضنت خالاتي وخوالي هم حضرت ملابس عمرة تسبح وتغير ملابسها هي وخالة ثراء، ظليت منتظرة عمرة بالباب تقولي لا تعوفيني لا اخاف، وانا دموعي تنزل. قمت احسها مو عمرة هاي قمت احسها مو عمرة القوية، كانت عمرة ثانية جاية اشوف بليلة واحدة كلها تغيرت، بدلت وطلعت بعدها خالة ثراء، بس الولد صعدوا فوق. عمرة تعبتش روعة لا تحكين هيجي، انتي اختي والله، هاي ملابسي ذبيهن بس العباء وفيها، هسه جاي اشغل غسالة الملابس خوالي اغسلها. اي اجيب لك مشط امشط لك اني؟ اي ما اقدر اسوي شي بعيوني، يلا تعالي هنا اجيبه واجي. عمرة دخلنا للبيت بس احسه طافي ما بي امي، وحشة البيت، اباوع شلون راح اخلص عن العمر من دون امي، شلون عافتني وراحت، مو تدري انا مريضة وهسه راحت مرض زيادة خلافها، شلون هيجي اجتي روعة مشط الي، كملت وشالتها وعدلت حجابي. رندة تعاي امي حبيبتي تعاي ارتاحي شوية انتي وثراء، قومي يمه قومي لا تتعبيني والله ما اقدر، قومي. رندا ما اقدر
انام بس اغمض عيوني اشوف امي واتذكر شلون عفناها وحدها ورجعنا. لا زيدين ضيمي علي، قومي يلا. تمددت وما اقدر اغمض عيوني، العبرة خنقتني وما قدرت اكتمها، بجيت وظلت رندة تصبر بينا، وهيجي مر الوقت بدت الناس تجي علينا وتواسي بينا. ردي رد رديله بيتك يا محمد خيا رديله. صح كل شي تغير من توفت امي، ما حد ظل مثل ما كان، وهيج مر الوقت والليل ونص الناس بقت يمنا، وناس تروح وتجي علينا، اهل عون اجوا يمنا لليل كلش. صاحني محمد الباقر تعاي عمرو عيني، عون جاي ياخذ من خاطرك. صرت انسانة مجردة من المشاعر عادي يعني، هزيت راسي ودخل المطبخ. عون ادري صعبة وامك هايش، ما احكي وياك ما الومك، لا تبكين وحقك كل شي تسوين. اني ما ربهيش موقف قبلك، ابويا مات وعافني وتحملت مسؤولية اكبر مني، بس هاي الدنيا بعد كل من يومه، لوش ما نعيش نموت تاليتنا كلنا على هذا الطريق. طول ما هو يحكي انا هز راسي ودموعي تنزل، اشوفه اجى على مودي، وهو هسه مسوي عملية وطالع بس على مود ما يعوفني وحد. يتقدم علي حضني حيل، وكنت محتاجة هيجي شخص اذب قهري كله. بجيت وهو كل ما ابكي وازيد يحضني اكثر. ظليت فترة هيجي وحكى كافي قلبي انتي تعبانة، واني اعتذر ما اجيت وياش النجف والقرآن. الصبح عرفت وبسرعة جيت، صار هواية بس الناس هواية وزحمة ادخل اني. لا تحكي هيجي ما مسوي شي، ولا تعتذر انت هم تعبان وعملية، والله المفروض ما تجي وتتعب نفسك. عيب ابويا انتي لا تحكين هيجي، ام دانية اعوفك وحدك بهيجي موقف صعب، غير اوقف وياك واسندك. عمرة البقية بحياتك، والف رحمة ونور تنزل عليها. امك خيرة وطيبة، صح عرفتها فترة قليلة بس الله شاهد علي عزها هواي. تسلم ويرحم والديك ويخلي خالة الك يا رب، ويخليك الي هم. ما اريد ابقى عايشة وامي جوا التراب، دعيلي اموت وراها واخلص. ايش لا تحكين هيجي عمرة، امر الله بعد ما بدينا نغير شي، حرام تعترضين هيجي. ادعيلها وصلي الها، حكم ربك هذا. ما اقدر عون كل شي توقعت يصير، بس ما مخلية على بالي امي فد يوم تعوفني وتروح. ما شبعت منها ولا من دلالها الي، والله بعدني صغيرة اني. سودة علي يا عمرة شو اسوي لو بيدي شي، والله انطي روحي وترجعلك امك. كافي لا تبكين، هاي دموعي تحرق قلبي. هيجي وين عمرة القوية الميهزها شي، ما بقت عندي قوة، راحت ويا امي. انا اصير لك اهل وكل شي تردي، وعلي ابو الحسنين بس كافي، اخوانك منا واخوتك وابوك خطية، صيري قوية لخاطرهم لا تضعفين. اني موجود. خطية الولد يهمون بيج انتي والبنات، يقولون ما ترضى تاكل. ليش قلبي غير تقرين فاتحة لأمك؟ ما اقدر اكل من هذا الاكل، والله وما اشتهي اجيب لك غيره اروح، ما اقدر والله. شلون عمرة لا توقعين، يحيرون بيج لو بمصابهم. خطية اهلك عمرة، حلفك بروح امك اكلي. لا تسوي هيك عون، هسه راح اوصي باقر يجيب لك اكل انتي والبنات واكلي لخاطري، ما اريد. خاب شني عمرة، قدري وقفتي وياك وانا رجال مسوي عملية واجيت على مودك. لا تناقشين ولدش، يلا شنو تذني جيت روح ما اريدك. انا اريد احكي هاي عمرة اللي بداخلك، هاي الوقحة اريدها تطلع، مو حلوة هاي عمرة الواقفة قدامي. الحمد لله والشكر ربي. صيح البنات اسلم عليهن اذا ماكو زحمة. ها اقعد هنا دقيقة وارجع. اي صحت رندا وبناتها وثراء لبسن عبي واجن. عون سلام عليكم خويا، البقاء بحياتكم ان شاء الله، ويجعل مثواها الجنة يا رب. ردا البنات حياتك الباقية يا رب. امانة عليك خويا، اي شي تعتازن، حتى لو انتن متزوجات اني اخوشن، واي شي تردن بدون تردد، بيتي مفتوح. شو وقت ما تجن بيتكم هذا ما تقصر، رحم الله والديك. كلامك كافي هذا محمد الباقر. يلا هاي جبت بس كون تاكلن، والله البينا كافينا، لا تتخربطن علينا، ساعدنا انتن هم. عون لا حبابات هسه ياكلن حتى يقرأن الفاتحة لأمهن. رند اخويا اشتكي بس من عمرة موتتني ما تاكل، والله هاي الرادلها كتلة جر عدل. لا يا معود ضال بيها شوفنا
شوف لنا غير حل. ها هيك تقول؟ روعة. أباوة على عمرة طول ما يحجون هي تهز بإيدها عليهم، ما عاجبها كلامهم، عافتهم راحت. عزة والله فشلة معدلة. محمد الباقر تعالي عمرة. نعوف أخويا لا تضغطون عليها، حقها ما ألومها أنا. يلا أترخص، أنا أترخص بعد محتاجين شي؟ تسلم ما قصرت. المفروض ما تجي خويا، انت تعبان هم. لا أفا عليك، احنا غير أهل ومصابكم مصابهم. روعة. سلم وطلع. وأمي رندة ما قبلت على تصرف عمرة قدام عون، بس بعد عمرة وهيجي خلص الوقت متأخر، ما حد قبل ياكل لا عمرة ولا ثراء. وحتى أمي بس جبروها شربت لبن وتمر قالوا انتي حامل وحرام عليك هيك تسوين، شنو ذنب الطفل اللي ببطنك؟ عمرة قاعدة بغرفة أمي وحاضنة ملابسها وأبكي وأشم بيهن. أوف يا ريحتك يا يمه اللي انحرمت منها، ولك يمه شلون بيه؟ شلون أعود روحي على فراقك يا نظر عيني انتي؟ لا تبكين، ما يصلح يقولون البكي عزين كون المات يسمع ونت اللي يحجون. شارد عزينب شارد على زينب من بكت لحسين. آسفة ذا يعني ما أدري حجيت. صعب كافي يابا، ادعي لها لا تبكين مو زين يعني، خاف اكو غلط. آسفة اوكي. صعب كافي يابا، ادعي لها لا تبكين مو زين عليها، والدنيا ليل الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته يا رب. قومي حبيبتي قومي، بويا نامي، خواتك يمك وكنا وياك يابا. صرت يتيمة بعد راحت أمي وأني ما شبعت منها والله. لا إله إلا الله، ذكر الله لا تحجين هيجي. روعة. فرشنا الفراش للقرايب وبقت يمنا البقت يمنا، واحنا فرشنا سوية ويا خالاتي. مدينا 3 فراشات اني ومهجة، نمنا تعبنا، بس امي وثراء وعمرة بقين قعدات. واسمع صوت عمرة تقول الامي رندة، اخاف انام وحدي ما اقدر اغمض عيوني والله، كل شي شفت والله. تعاي يما ما يصير هيجي، شلون تخلصين حياتك لعد بحضني؟ نامي هاي خطية. تعبت ثراء. اي ما قدرت افتح عيني واشوف امي رندة منومة عمرة على ايدها. ما قدرت ما افتح عيني واشوف امي رندة منومة عمرة على ايدها وتقرأ ايات عليها. عبالك طفلة صغيرة وتخاف من شي؟ هذا شفته منظرها يبكي الصخر. شلون تبكي وما تقبل تنام؟ اني نمت وكل شوية افز، وبعدها قاعدة عمرة وهي وامي قلبا بصور ماما نفس. عمرة ما اعرف شلون نمت ولحد ما طلع الصبح وصار يلا قدرت اخفى وانام. وقعدنا من الصبح وراها صارت الفاتحة يومين، واليوم الختمة تجي ملاية تقرأ. غيرت ملابسي ولفيت حجابي أباوة على وجهي من جوا، عيوني أزرق صاير وأحمر من اللطم. نزلنا جوا بعدها جتي ملاية تقرأ، وهنا فقدنا أني وأخواتي من البكي والعياط. خلصت وصبوا العشاء للناس، بس أشوف وجه رندة أصفر وتلوب خطية ما أدري شبيها. شبيك رندة؟ ما أدري عمرة، وجع ببطني قوي ما أقدر بعد. يما أخاف صار على الطفل شي. تعالي ادخلي هسه غسلي وجهك وأكلي شي الخاطر أمي عليك. اي بس تعالي ساعديني. مشيت غسلت وجهها وصاحت عمرة لحقي علي ما أقدر بعد. شبيك رندة؟ عمرة جاي أنزف بس لا يصير شي على الطفل. عزز خام ولك مو قلتلك تسوين هيجي؟ مو زين عليك وانتي حامل. خلي روعة تتصل على غربيل ياخذك لا تسقطين الطفل. روعة خلي تخابر أبوها عمرة بسرعة، ما أقدر أتحمل بعد أكثر. تمام. رحت صحت روعة وخابرت أبوها وراحت قعدت بالمطبخ. ما أقدر أرفع راسي، ضغطي يمكن اجتي علي مرت خالي وحكت شبيك عمرة؟ خالة راسي موتني ما أقدر أحس راح ينفجر، غير ما ماكله شي صار يومين. طبعا يصير بيك هيجي مو زين. يمه ليش تخلين امك يضل بالها يمك؟ هسه اجيب لك لبن واخلي وياه ملح. شلون توقفين بعزة امك لعد والناس تاخذ من خاطرك؟ ما اقدر خالة والله اكل، احسها توقف هنا واشر على بلعومي. حقك امي وياك اني، بس اكلي شوية واسندي نفسك. ما يصير هيجي. هذا اجا محمد الهادي خطية كل شوية يجوني يسألوني عليكم، غير انتي هم الصبرين عليهم. اي والله راح اكل، ها هي عافية بالحبابة. محمد الهادي هاش بيها عمرة؟ ما بيها بس راسها شوية، هسه اشربها لبن ويا ملح. ما بي يا قلبي لا تخاف، هسه اصير بخير. خوش لا تشعين قلبي زيادة. شربت واحس شوية احسن من قبل.
من قبل، وبعدها اجت رندا روعة تقول دكتورة بالش على نفسك لأن احتمال يصير إجهاض. لا يمه خطية، هسه ترتاح وتاكل شوية تسند نفسها ما يصير شي للطفل. خلصت الفاتحة أخواتي بقى يمنا بالبيت ونسد باب الشارع، بعد ناس راحوا ودخلوا إخواني للبيت، بس البيت صار وحشة علينا. لا قاعد ضليت ما نمت وما غفيت أصلا، عيني عمت عيني يا يمه أنام وانتي جوا التراب، مشغلة باسم الكربلائي وقاعدة وحدي من الليل قاعدة وحدي بالليل متأخر. شلون بعزاك اوقف وانا كنت واقف بكترك، بيمن يعزوني دخذ من عمري لعمرك. وقفت يا يمه بعزاك وخلصت ايام الفاتحة، شلون اقدر اكمل الباقي بحياتي وانتي ماكو؟ شلون بي يا يمه؟ انقطعت القصيدة باتصال من عون، قبل مني خابر عندي تصير لهفة، بس هسه احس ما بقلبي مشاعر عادي. عون ها عمرة شلونك؟ هلا عون، انت شلون صرت؟ اني زين، انت شلونك؟ ردت اشوفك قبل ما اروح بس انتي ما قبلتي تشوفيني. ليش عمرة؟ شنو اللي تغير صار؟ وقبلها احكي وياك درتي ظهرك ورحتي، وربي ما جاي اعاتبك لو شي، بس انتي مرتي وحبيبتي وعاذرك وحق القرآن، بس ما استاهل هذا الجفا منك. عون والله ما اعرف ايش بيه عون، لا تلومني على شي اسويه، ما اعرف شنو اريد والله وحقك علي اعتذر اني، بس نفسيتي تعبانة ونهد حيلي اني ادري والله، ومجرب اني شعورك، بس ظل بالي عليك ادق عليك ما تجاوبين، واستحي اقول لاخوانك شلون صارت عمرة. شكرا على وقفتك ويانا رغم انت تعبان ومريض، يفداك كل شي عمرة، ابويا انتي وهلي، لا تحشيني واجبي هذا وغصب عني، غير اهل ومصابكم مصابي. هم تردين شي اجيب لك اجي عليك؟ لا تسلم ماري شي سلامتك، كافي قلبي صوت غصتك ذبحني والله. تمام اني هم نعست راح اروح انام، تصبح على خير وانتي بخير. نهيت الاتصال وقرأت سورة الفاتحة لأمي وغسلت وجهي وصعدت فوق بالغرفة، واني والبنات منايمين بيها، وشفت رندا بعدها قاعدة سوت لي مجال يمها ونومتني. روعة. مرت الأيام خالية ما بيها طعام، مخيم الحزن على بيت جدو صعب. صارت السبعة مالت ماما نفس، وعبالك اليوم توفت حالة أمي وخالتي تقهر حيل، حتى خوالي صادفني موقف قبل السبعة الخال محمد الباقر نايم ومخلي دشداشة ماما نفس على قلبه ونايم بالاستقبال، هو ومحمد الهادي يقهرون، ولا عبالك ولد كبار حيل متعلقين بأمهم أكثر من أبوهم صعب. خلصت السبعة وكلها راحت، خالة ثراء بيت عيالها راحت البيت عيالها، وأمي بقت اليوم وباكر تروح نرجع للبيت، وخالة عمرة تغيرت هواي مو مثل قبل، تشاقة والسولف حتى ويا خوالي مبتعدة جوا ما تنزل بس فوق وتبكي، حتى عون من يجي يوم تطلع ويوم لا، وما ترد على اتصالاته من يخابر، وبالليل من تنام لو بحضن أمي رندة، وإذا طفت الكهرباء تظل تصيح بسرعة تريد ضوء وتخاف. مو بس هي، حتى خال محمد الصادق مثلها خطية، قاعدين الصبح نتريق بس مقابلين الأكل وصافنين عليه، أكلوا شوية وراحة والناس تجي هواية يومية. عمرة نزلت صاحت أمي تعالي أكلي عمرة، عيني ما أريد والله من أجوع أكل، لا يظل بالك رندا. عمرة اليوم أروح أني والبنات دوام امتحانات، بس بالليل أجي عليكم يومية وأشوفكم وأروح. اي قلبي روحي الله وياك، بس لا تعوفيني، تعالي يومية الله عليك. شلون اعوفك؟ والله اجي وانتي اذا تردين تعالي وياي، هم ما اقدر اعوف البيت، الناس تجي والولد خطية، براحتك امي انتي. عمرة قاعدين نسولف لان رندا هم تعبت، صار هواية وهي حامل، ودخل ابويا صعب، كان طالع انصدمنا بيه مزين شعره ومعدل لحيته، كان بالحلاق. زين ليش غير تنتظر 40 وتحلق؟ امي هاي شبعت ضيم من وراك وقهر، ما فد يوم شافت شي حلو من وراك، انت هيج بسرعة نسيتها وذبيت حزنك بعد تراب قبرها اخضر. اني ورندا شفناه هيجي لو متنا من القهر. رندا ظلت تذب حكي وتحكي، ما حد خسر امي، هي سودة علي، خسرت نفسها على مود ناس ما تستحي. هو عبالك ما يسمع الحكي، مطنش وراح للحمام يغسل. شو بالبداية ما كان هيك ببداية الرواية؟
تحبه وتموت عليه وباباتي وبابي. شنو الفيلم؟ شنو اللي تغير بالموضوع؟ اسفة على المقاطعة، خلينا نكمل. رندا روحي خابرة على ابوك، روعة بسرعة. لا والله اسوي بنفس الشي والحق امي والله. ايش بيش رندا؟ مو على اساس تبقين اليوم يمي؟ ابقي هنا عمرة اشبع ضيم، ابقى هنا عمرة اشبع ضيم زيادة، كافي اللي بيه رحمة لامك، خليني اروح براحتك ما اضغط عليك. بس اللي شفته اليوم ما اقدر عمرة. ليش هيجي سوى؟ شنو غايته؟ شاف نفس ماتت، اخاف يريد يتزوج تالي وقت. ايش تحكين انتي؟ والله اذبح بايدي بس يفكر. لو مجرد تفكير بهيجي اني اخلي وحدة تاخذ دور امي؟ لا عمرة لا تفكرين هيجي. رندا راحت للبيت هي وبناتها، وهيجي مرت الايام معدودة، يوم يجر يوم، والحزن ماخذ حياتنا معتم علينا. كل ما ينزلون الولد من الدوام نروح الأم للنجف، وأبويا مرات يروح ويانا ومرات لا. أني تبقى تحز بخاطري. ليش هيجي؟ عون علاقتي وياه قلت، ما أحكي وياه هواية، بس مرات من يصادف يوم خميس دواب وهو موجود يجي علينا أسلم عادي، وبعدها نشغل نطبخ ونوزع. مرت الأيام وتصبح شهور وشهور، وأصبحت سنة مرت على وفاة أمي. رندا جابت ولد وسموه رضا. ثراء صارت حامل اليوم. عون خابر أبويا قال عندي موضوع أريد أجي وأحكي وياه عمرو بيه. نغزات صارت بقلبي، ما أعرف ليش علاقتي متوترة بيه. هو متفهم خطية وما يحكي شي، بس إلى متى نبقى هيك معلقين؟ لابسة دشداشة سودا وخليت الشال على راسي ونزلت جوا، لقيته هسه جاي. عون السلام عليكم، شلونك عمرة؟ هلا وبيك. الحمد لله على السلامة. على سلامتك، الله يسلمك. صعب. شلون دوامك؟ الحمد لله زين والله عمي. اجيت بموضوع احكي وياكم اذا ما تصير زحمة عليكم. لا ابني تفضل بيتك هذا. مرت سنة الله على وفاة عمتي الله يرحمها برحمته الواسعة، يرحم والديك. صار اني وعمرة سنة ونص مخطوبين وعاقدين محكمة، واني انتظرت واجيت احكي وياك ويا عمرة بخصوص زواجنا. ما اسوي عرس، اني فقط اسوي لانه عيب اهلي وعمام لانه عيب من اهلي وعمامي اسوي بس عشا، وبالليل اجي على عمرة اخذها للبيت. لو تحب تروح كربلاء اني حاضر. شنو تريد؟ تأمر امر. حكيك ما بيشي عمي، حقك وما عندي اشكال. اني وافضل مثل ما قلت انت تجي بالليل تاخذها. والله يسعدكم. عمرة يحجون بكيفهم يخططون، واني شنو هنا رفعت راسي وحكيت من يقول اني اوافق واتزوج؟ ليش عمرة؟ اني سويت كل شي على مودك، احترام لعمتي والك، ما اسوي عرس، ما حكي شي غلط، وعمي وافق ما عنده اشكال. اني ما اريد نكمل بهذا الزواج. ايش تحكين عمرة؟ مستوعبة لو لا كلامك؟ عمرة سنة ونص نلعب احنا جهال شني لعد كل هذا اللي صار، وهسه تحكين بكل بساطة. ليش عمرة؟ صار حكي عالي ودخل محمد الهادي بيننا على صياح عون. محمد الهادي خير ان شاء الله؟ صوتك وين واصل؟ تعال اسمع حكي اختك ما ترضى تتزوج. صح كلام عمرة؟ ليش ما ترضين قلبي؟ لي ايش بيك؟ هيك ما عندي شي بدون سبب. يابا اذا ما تصير زحمة خلي نطلع نتفاهم هي وعون احسن. عون رحمة لوالديك على كلامك هادي مشكور. لا يابا بس على كيفك وياها. ماشي خويا. طلعوا وبقينا اني وعون بالاستقبال. تقدم وقعد يمي. عون ليش يا بعد هلي؟ ليش هيك تسوين وياي؟ بعد حتى ما سامع كلمة احبك منك هيجي بهاي السهولة تردينا تعوفيني وتروحين؟ ما اقدر عون اقدم لك شي، واقدر حتى اقوم بواجبك كزوجة. حياتي طفت بعد ما راحت امي، انتهيت بعدها، ما عندي حيل. ما اريد منك شي والله شاهد علي، لا طبخ لا تنظيف تسوين، اني اجيب كل شي. تريدين حتى مساعدة اجيب لك؟ واحنا ما عندنا شي. مصطفى هم يتزوج ما تخدمين. والله اخليك بس تعالي يمي اسندك واصيرلك اهل. كل شي تريديه. اذا فد يوم سمعتك حكاية اني بايدي ارجعك لاهلك. وكلمة رجال والله تمل عون وتعوفني. ما طول بعدنا بالبداية. شوف غيري وتزوج. اني ما فيدك. المفروض انت تفرح اقولك هيجي. شنو جابرك تظل ويا وحدة مثلي ما تخلف وراح تنحرم من الأطفال؟ تزوج وحدة تخلف إلك
ولش عمرة ولش استغفر الله، لا تطلعين من الإسلام والدين، لا تحكين هيجي. أباوع عليه تخبل وعيونه صارت حمر تخوف. ندمت لأن حكيت هيج كلام، بس مو بيدي، تناقض عندي. ساعة أقول لا خطية وشلون حكيت هيجي، وبعدين أقول لا أحسن. عون لا تبكين، كافي تزيدين ضيمي أكثر، بس امسحي دموعك هاي حرقتني أكثر. أويلي أني بس لا تبكين. مسحت دموعي وحضني وهدئ بيا، عبرت ايديا وحضنته اني هم، بس ما ادري ليش هيج سويت. وبعدها بعدت نفسي. شنو تريدين عمرة؟ احكي اسمعك، بس لا تعصب. والله شو اقول لك، ما اعرف شلون اخاف هيجي. تمام يلا ما اعصب، احكي قلبي. كافي، مو هواية بكيتي هالعيون الوساع. صرت ما أعرف أخذ قرار بحياتي، عندي تناقض صار حتى ويا أهلي. ساعة أحبهم، ساعة أكرههم، ساعة أريد أموتهم. والله حتى أنت، والله مو هينة علي أحكي هيجي كلام عليك. والله أني أحبك وأعزك وأحترمك، وأنسى شنو سويت وما أنسى شنو سويت على مودي، بس مرات أكرهك وما أطيقك، حتى ما أريد أشوفك. عون بوقت كنت بس أريد أسمع هاي الكلمة منك، أحبك، وتردين تعوفيني. عمرة لو ذبحتني ولا سامعها كلامك هذا. لا تباوعين علي بهاي نظراتك، تشوي قلبي. نظرات عيونك باردة تجاهي. عمرة وقفت ومسحت دموعي وحكيت ما أقدر أكمل. عون طلقني عون وشوف حياتك ويا غيري. عون ايش تحكين انتي عمرة؟ شنو طلقني؟ حكي جديد هذا، مثل ما سمعت أنا أريد أتطلق. عمرة حياتي أدري بيش مقهورة وحقك ايش تحكين، أنا فاهمك، انطيش وقت فكري بيه. أنا انتظرتك هواي ومستعدة انتظرك العمر كله، بس لا تقولين طلقني، ما أقدر، صعبة حيل. لا عون طلقني وتزوج وحدة تجيب لك أطفال. أنا إذا زوجتني شنو اللي تحصله من يمي؟ عمرة حبيبتي أنا ما أريد شي منك، هذا الشي سبق وقلتلش بيه. أنا ما أريد أطفال، المهم أنتي موجودة بحياتي، هذا يكفي. لا تحكي هيجي، والله ألف وحدة أتمناك أنت، وأنا ما أريد الألف وحدة، أنا أريدك إلك وبس. مسحت دموعي وقمت وقفت وأحس الغصة ببلعوم وما أقدر أكمل حكي. وهو اجى تقدم يمي ومسح دموعي. عون إيش سكتي، كافي، ارفعي راسك خلي أشوف هاي العيون الوساع اللي أحبهن. شبعتيهن بكي. أفكر بحكيك، وإذا ما قدرت تقدرين بس قولي يا الله، وأني عندي إلك حل راح يرضيك. بس اقعدي هنا وامسحي دموعك حتى أقدر أحكي وياك. يلا حبيبتي. تمام، شنو الحل؟ راح أبيع بيتنا وأشتري بيت قريب هنا بهاي المنطقة يم أهلك، حتى تصيرين قريبة منهم. ها شو تقولين، موافقة؟ اي بس بشرط ما أريد عرس. لا تسوين لا تسوين، أنا أسوي ببيتنا، ما أقدر أهلي وأمي ما أقدر أكسر فرحتها. ومن نخلص آخذك ونروح الكربلاء دول الكاظمية بكيفك. لا أتعب، هيك الطريق طويل. براحتك ما أضغط عليك، شنو تحبين أسوي؟ وتريدني ألبس بدلة هم؟ أنا على مودك، الخاطر أمك تفرح هناك بقبرها وترتاح من تشوفك مرتاحة بحياتك، وتطلعين من بيت أهلك بالأبيض مثل أي بنية بيوم عرسها. تمام. إيش وقت ما تردين تروحين البيت أهلك تروحين؟ وإذا على شغلك هم؟ لا شغلي ما أريده بعد، ما أقدر أروح. ليش عمرة؟ أخذي إجازة فترة وارتاحي بيها، بس لا تعوفين شغلك. انتي مو تحبينه، وصلتي وتعبتي الخاطر أمك جات تعوفين حلمها هيجي. ما أقدر، أفهمني، لا تضغط علي. براحتك عمرة حبيبتي. يلا أنا أروح، محتاجة شي باكر، عندي دوام ويمكن أتأخر. تروح وترجع بالسلامة يا رب، فدوة إلك أروح. يلا ديري بالك على نفسك، وشنو تحتاجين لو ردتي شي أنا وياك بكل وقت، أنا موجود، لا تترددين وخابرة علي. تمام. ودعت عون ودخلت للغرفة وظليت أبكي بصوت عالي وعاتب أمي، وساعة ألوم بنفسي أقول شلون قبلت وقلت لعون نتزوج، شلون أفرح وأمه مو يمي. وبعدين أقول لا، هو انتظر هواية لحد ما صعد محمد الهادي. دي كافي يا عيني، كافي، وعيونك راحت من البكي. كافي، قولي يا الله. عمرة عود، هاي انتي القوية، ليش تأذين نفسك وتخلين أمي بالها يمك؟ ما أقدر، هادي البيت ظلمة من بعدها، حتى الولد بطلوا يجون هواي هنا. كل من ملتهي بحياته بعد، وجهال ومسؤولية عندهم. اعذريهم، أني موجود، مو تقولين انت ضلعي الثابت. أكيد أني المصبرني انت موجود. أعز شخص على قلبي انت، مو بس أخويا، انت أبويا هم. لا أبويا صعب هم يحبك والله، بس انتي متغيرة عليه هواي. عمرة لا تقعدين يمه ولا شي، خطية حابسة نفسك هنا، ما يصير يا عيني.
أخذت موقف منه من يوم السابع مال أمي شلون سوى، ولك أمي تحملت الضيم وما تحملته مرة، ما تحملته مرة بشكلها بسببه. هاي عود انت اكبر مني وشاهد على كل شي، لا تلومني. هادي مرات احمله مسؤولية موت امي والله. يعني بنات دا يصير عندي ايرور. هي مو بالبداية الرواية، اسفة على المقاطعة، يعني راح تقولين بلشنا بس يعني تحملوني. هي مو بداية الرواية قالت امي وابويا مثال الحب ومدري شنو، وابويا يحب امي يموت عليها، و24 ساعة سوا ويضحكون، ويعني هسه شنو يتغير؟ وين الضيم والظلايم اللي تحملتها امها؟ قالت تحملت من عيالي وعيالهم، يعني اوكي، يعني عيال اهل ابوها، بس ما قالت ابويا صعب. هسه شنو قال وات؟ ما ادري بصراحة. ايش عمره، لا تقولين هيجي، ابوك هذا لا تحجين وتفتحين مواضيع قديمة. ما افتح اني كل شي ضامته بقلبي. ترى ابويا هسه تغير، كان جبروته وطغيانه ما حد يقدر يرده بكلمة واحدة. لا تزعل مني هادي، ما تمنيت امي هيجي تروح، هي بعدها رادين لو شي قليل إلها على التعب اللي تعبته علينا. محمد الهادي وياك اني، احنا انحرمنا منها بعد براحت. يمرب ارحم من عدنا. قومي غسلي وجهك وقولي يا الله. اي هسه اقوم، راح اجيب اكل من برا، لا تتعبين نفسك. تمام، الله لا يحرمني منك. طلع هادي واني راح بالي قبل سنين بحياتنا، واول هبطة لامي وصار بيها سكر. فلاش باك صعب. وين ابنك؟ نفس صار الليل وماكو. شلون انتي غير تعرفين ولدك وين يروحون؟ نفس اذا هيك تخاف عليهم اقعد شوية يمهم، حسسهم عندهم اب بحياتهم ولو مرة واحدة بحياتك. صعب انت النهار كله بس نوم وما تعرف لو تمرض واحد منهم، لو صار بيهم شي تحملني مسؤولية. لو بس خلفتهم وعفتهم ما تدري بيهم وين. صعب. ولش انتي هيج تحجين وياي اليوم؟ انا على ابو خلفتك اليوم ما تبقين هنا دقيقة. نفس لا تسب اهلي ميتين وما خلصوا منك. شنو من قلب عندك؟ كافي شبعت ضيم منك. اخذتوني صغيرة وسويتوني عجوز من وراكم من ورا اهلك. تعاي اليوم اشوفك الضيم على اصوله انت رديها. نفس قامت تجيني الضربة منا ومنا. آخر شي رقع راسي بالمحجر مال درج، وقمت أحس وقمت ما قمت أحس بشي حار ينزل على وجهي وما أقدر على قوته. هو رجال يصير قوته أكبر، ما وخر مني لحد ما سمع محمد الجواد دخل ويفكك بينا ويصيح يا بعوف أمي. محمد الهادي سوى حادث، ومن بعدها أمي نفس صار بيها سكر. الدكتورة أكدت من ورا الصدمة صارت بيها هيجي، وإحنا نعرف كل زين هادي نقطة ضعف أمي تموت عليه. أمي نفس تخاف من كل شي، لو سمعت أكو صوت طلق برا تخاف ويعلق عندها السكر وتنهبط من أي شي. بس وتصعب إجا بعينه أمي هيج صار بيها ويكف. لا استمر على أي سبب يغلط عليها. وأنا اعترف أبويا صاحب غرور وجبروت عالي وطاغي حيل، ومرات أحس ما عنده مشاعر حب إنه، ومرات يحبنا ومرات لا، كل شوية بشخصية. هو 24 ساعة معزول عنا وما يقعد يمنا، بس بوقت الأكل يجي يمنا. وراها بفترة تقريبا سنة تغير وبطل عصبية، بس بعد ايش أخذ حيل أمي وما عوضها، وراحت هي محرومة من هواي شغلات. عمره طلعت من الماضي كنا صافنة بيه، وغسلت وجهي ونزلت على صوت هادي يصيح علي. لقيته محضر الأكل سودا علي، أكلت وياهم بهدوء. كسر الصمت حكي أبويا صعب. ها عمرة اتفقتي انتي وعون لو بعدكم بويا؟ اي راح ينتقل بهاي منطقتنا هو وعائلته. الله يسعدكم بحياتكم. مشكور يابا. محمد الهادي سوينا شاي من ايدينك الحلوة، بس اريده ثخين تدلل من عيوني. روعة. مرت الايام بحياتنا وكل من كمل حياته واسسها بعيد. امي رندا شوية التهت ويا اخويا رضا اللي ملا حياتنا بصوت ضحكته بالبيت. واهم شي خلصنا من كلام بيت هلال ومن ملحة على امي. ايش وقت تخلفين ولد الغربي اللي يشيل اسمه؟ وش
وكل ما نروح تفتح أمه نفس الموضوع ويا أمي. احنا ما نروح لهم هواية تقول أمي أحسن من القيل والقال والحكي النسوان عمامي، رغم احنا بعيدين عنهم بس مرات يوصل حكي علينا. اليوم بابا أصر علينا نروح البيت أهله معزومين ببيت هلال، وواقفة أسوي حجابي ومهجة سألتني ها حلوة لو لا، تقبلين طالعة حبي. أني كملت راح أنزل، بابا منتظرنا يلا ننزل سويا. أني كملت نزلنا جوا، وأكيد لازم ماما تعدل الرضا أخويا اللي ما أخذ عقل بابا وماما. مهجة اي عيني، صار الدلال كل الشيخ رضا، واحنا بعد ما حد إلنا ويحبنا. غربيل انتن بناتي ومعزتشن تختلف، ما حد ياخذ مكانشن بقلبي، بس رضا غير، هم أخوشن خطية. لا قول تحبه أكثر أبد والله، غير روحي بنتن. اسمع مهجة، اسمع مهجة شلون تغار من رضا. واني رحت الماما شلت رضا شيخ الشباب لابس دشداشة بيضة مثل بابا وشحاطة ينقرط. شلته ابوس بيه وطلعنا من البيت متوجهين البيت هلال. وصلنا البيت هم الزنة والسيارات مال عمامي اكيد جايبين قبيلة. بابا شايل رضا ودخلنا للبيت وتلقتنا بيبي ترحب بينا. صار هواي ما شايفيها، وظلت تعاتب أمي ليش ما يجن البنات، وأمي تقول لها ملتهيات امتحانات. سلمنا عليهم ما شاء الله كلها جاية، وعمامي ونسوانهم وولدهم وبناتهم. قعدنا شوية ودخل ولد بملابس العسكرية حضن بابا وسلم على أمي والظاهر يعرفها. وبعدين استغرب من يمنا منو، وجاوب بابا هو يقول هذني بناتي حيدر ما تعرفهن؟ والله عمي ما شاء الله متغيرات. اتقدم يعرف عن نفسه، وياك الضابط حيدر الكرار رسيم هلال، وياك الدكتورة روعة غربيل هلال، وياك المهندسة مهجة غربيل هلال. غربيل أقول لك انت شايل خشمك علينا، لا تسأل حيدر الكرار، ومعستك عندي يا عمي، مو تدري دورة ورحت وتأخرت هناك. اسأل أبويا حتى هو يقول ما نشوفك. أدري بيك حبيبي ما سلمت على شيخ الشباب رضا. حيدر الكرار فدوة شيني عمي، هاي انتاجكم يخبل. غربيل أدب سز ما تغيرت ولك، جا غير راح الصدوق العائلة تخبل الله يحفظكم. يوم اللي يصير عندك انت هم عائلة وتعقل بعد، الله يسمع منك. حيدر الكرار عمتي الغالية شلونها؟ رندا الحمد لله. نسأل عليك شلونك؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا الغالي. عمي البنات يعني تخرجن لو بعدهن؟ غربيل ربعة مرحلة ثانية طب أسنان، ومهجة مرحلة أولى هندسة. ما شاء الله كبرن بناتك عمي، انت الوحيد اللي كسرت قاعدة العائلة وكمل البنات دراسة. الفضل الأول والأخير يرجع الأم روعة، هي اللي وصلتهن هيجي مرحلة. هلال اي والله الحق ينقال، ام روعة اصيلة الله يرحم امها بهاليوم، اصيلة بتأصول وتحملت مسؤولية اكبر منها. روعة اسمع الكلام شلون يحجون على امي، ما بصدقه هذا هلال هيجي يحكي. اقول خاف اذني بيها خلل عو صدق انداريت على ماما واحكي وياها. سمعت الكلام لو لا؟ رندا اي قاعدة اسمع. خاف مو بيت هلال هذولا، عيب امي. حيدر الكرار يا جماعة الخير اروح ابدل وارجع لكم. مرخوص عمري، مرخوص عمي روح. أذن الأذان وصلينا صلاة الظهر والعصر، وبعدها قاموا ينقلون بالأكل، ومهجة بسرعة تاخذ وتحكي، واندمجت ويا الكل. عدايا أني ظليت قاعدة بصف أمي ألاعب رضا، ولو عمره هنا أسولف وياها. أحس أحسن من هذولا. رندا قومي أمي ساعديهن. شوفوا مهجة بسرعة قامت وياهم. عيب انطيني أخوك اليوم ما أعرف إيش بيه متنحس. حاضر يوم قايمة. قمت أنقل وياهم بالأكل. نزل حيدر دخل للمطبخ أخذ من إيدي. حيدر الكرار جيبي الدكتورة روعة خاف تعبناك. لا عادي مهجة. حيدر شوف بقى بس التشريب ما أحب أشيله، الله عليك شيلهم. جيبي عيني. حيدر الكرار عمي بناتك بالبيت هم هيجي لو بس هنا معدلات بناتي، بس ذولاك الجماعة إذا يسوون شي أوي بابا أخاف على إيدي ينكسرن أظافيري. ضحك لا بربك. روعة ها شيخ عيب هيج تحكي أسرارنا. الشاقة وياك حبيبتي. حيدر ابني هذا. حيدر الكرار روعة. حيدر الكرار بعد قلب عمي انت. روعة قعدنا ناكل اني بصف امي، ومهجة يم بنات عمي بسرعة راحت وقعدت يمهن واخذت ميانة، وحتى ويا ولد عمي السولف وهم هم اخذوا بسرعة عليها.
عكسي أني ما أحب أختلط وياهم. أني صديقتي وأختي عمرة سوالفها وأسرارها كلها يمي، وهي هم كل ما أرفع راسي ألقى حيدر الكراري باوع علي، هذا شبيه الولد ما شايف بنات. ماما أنا شبعت أروح أغسل. ما قلتي شي، ما أكلتي شي، ليش؟ ما أعرف، متعودة على طبخك أني. قومي أمي غسلي. قمت من السفرة صاح علي هلال. هلال ها جدي، شني هاي هي شبعتي؟ اي الحمد لله شبعت دايمة. هلال بالعافية، مهجة أني هم أروح أغسل. شبعت الحمد لله. غسلنا وبنات عمي قامن ويانا يسولفن ويسألن شلون هالجامعة وياكم وحلوة، وأني ومهجة نجاوبهن شوية. وصاحت مالت عمي روعة يمه، فدوة أخذت شاي وزعيه عليهم خبصوني. اي عمه جيبي تدللين فدوة للبنات، بس هذا الكوب نطيل حيدر ما يحب يشرب بغيره. تمام. أخذت الصينية مال شاي وديته لهم، وزعت وصلت الحيدر وانطيته. هذا عمه تقول إلك. اي والله اجا بوقته. عاشت ايدك خو ما تعبتي دكتورة. لا عادي عمه سوته مو اني. احب الصراحة اللي عندك روعة. كان يوم كلش حلو، خلصناه وياهم وودعناهم ورجعنا للبيت. عمرة هادي اريد اروح للدكتورة مالتي، ما توصلني؟ محمد الهادي اي ليش ما اوصلك خو ما بيشي. لا قلبي ما بيه، تعرف بين فترة وفترة اروح. ها يعني صار موعدك؟ اي يلا بدلي وتعالي انتظرك. صعدت فوق بدلت ملابسي، وبعدني دا لابسة اسود ما نزعته. لبست قميص وبنطلوني ويا حذاء رياضي وشال. اتصلت على عون حتى ابلغه راح اروح. عون الو ها عيني عمرة، هلا وشلونك؟ بخير انا، انتي شلونك؟ زين. ردت اقول لك اريد اروح للدكتورة. هاش بيك؟ شنو بيك؟ ما بيه شي، بس هو وقت مراجعتي. منو ياخذك؟ هادي سود علي، لو اني موجود كان اني اخذتك عمرة. لا عادي ما عندي شي. محتاجة شي اخلي مصطفى يجيب لك؟ لا تسلم ما عندي. ما محتاجة شي. تمام طمنيني من ترجعين، بالي راح يظل يمك. تمام. سلمت ونزلت جوا وتوجهنا للدكتورة. وصلت للدكتورة اني حاجزة، بس قبلي اكو مراجع واني ورا. انتظرت شوية ودخلت الدكتورة. اهلا وسهلا عمرة، شلون صحتك؟ الحمد لله زينة. ملتزمة على العلاج لو لا؟ اي بس تقريبا صار شهر قاطعته. ليش هيجي؟ ما يصير راح تتراجع صحتك هيجي. اعرف بس اني قرب موعد زواجي. شلون؟ الف مبروك عليك، بس ليش هيجي تسوين بروحك؟ تعرفين الاضرار اللي راح تصير عندك لو لا؟ اعرف بس اني ما راح اتعب نفسي هواية، بس اني اسوي هيجي على مود الاطفال. وانتي تعرفين اخر مرة حذرتيني اذا اظل على العلاج يسبب ضرر على الجنين. طبعا عمرة اني لو مو عزيزة علي وأحبك وأحكي لمصلحتك هيجي. أعرف بيك والله دكتورة. زوج حضرتك قابل وأهلك يعرفون بيك؟ لا ما حد يعرف ولا أحد عنده علم. راح أسوي هيجي خطر هواي على حياتك، بس قبلها لازم فحوصات يتخلص جسمك من العلاج، وبالإضافة إنه أنتي راح تواجهين تعب وإرهاق وتقدرين تتحملين هيجي. يمكن يستغرق عندك هواية وقت حتى تقدرين تجيبين أطفال. ماكو غير حل دكتورة؟ أبد عمرة، أنا وأنتي نعرف العلاج تاخذيه كلش قوي، وإذا تعبتي وأنتي حامل تحتاجين تاخذين علاج، وهذا يسبب ضرر على صحة الجنين، وبالإضافة يمكن يسبب تشوه للطفل. وأنتي بعد القرار إلك، يا أما تدمرين نفسك وتجيبين طفل أو تخسرين حياتك. ماكو أي حل. عمرة اسمع كلام الدكتورة شنو تقول، وأنا دموعي تنزل. قامت على خدي. يا رب دخيلك ساعدني حتى أقدر أكمل حياتي. وينك يمه؟ محتاجتك تعالي. الدكتورة لا تبكين يا أمي، أني لا أحكي لمصلحتك هيجي، وأعرف أني مثلك هم وأعرف شنو تردين مثل أي بنية مكانك هم تسوي هيجي. بس يا عمرة أنتي وضعك جدا حساس ويختلف. ربي يعوضك إن شاء الله. زين سؤال، زوج حضرتك يعرف بوضعك الصحي لو لا؟ اي يعرف. شنو جوابه كان؟ راضي يقول الله كريم. أنا راح أكتبلك على تحاليل ونشوف شنو يطلع، والله كريم. اتشكرت منها وطلعت حتى أسوي التحاليل، وقعدت أنتظر. دق تليفوني أشوف أمي رندا شلون تروحين بدون ما تنطيني خبر؟ غير أروح وياك يا عيني. هادي وياي وأنتي عندك مسؤولية. أعوف كل شي على مودك غير أختي وبنيتي. أنتي ايش تحجين يا عمرة؟ فدوى لقلبك أدري بيك والله. أخذت تحاليل ومنتظرة يطلعن. تمام طمنيني شنو يصير ولا تضمين علي شي. ماشي عيني تدللين. نهيت الاتصال ويا رندا وانتظرت هواية لحد ما طلعوا التحاليل. عمرة الدكتورة هاي كل التحاليل طلعت. الدكتورة نوعا ما زينة، بس لازم تبقين على العلاج. عمرة انتي ومن رجعتي أول مرة حالتي كانت متأزمة هواية، وصعب جدا تركين العلاج.
إذا أتركه شنو يصير أضرار علي؟ نحول وتعب وإرهاق، ومرات تصعب عندك الحركة وجسمك ما يقدر يستجاب وياك بدون علاج، وبعد هواية وأنتي تعرفين حالتك بعد. عمرة تمام دكتورة، راح أترك العلاج لفترة محدودة، وإذا ما صار شي أرجع أخذ جرعاتي براحتك. ما أضغط عليك، عندك عناد كلش قوي بس ما يفيد بشي وياك. عمرة أتمنى تنتبهين على صحتك ولا تهملين نفسك، اعتبريها نصيحة من أم تخاف على بنتها، وأنا جدا أحبك وأعزك. أني هم دكتورة، ربي شاهد علي، وشكرا على النصيحة، مع السلامة، الله وياك. عمرة ما راح أتراجع عن قراري على السالفة، وما راح أحد يعرف، هاي حياتي وأني حرة بيها. روعة. بدت امتحاناتي ومهجة هم، نظل سهرانين على مود أطلع امتياز هاي السنة هم. قعدت الصبح يمكن نمت ساعتين، قعدت مهجة بسرعة أني أبدل، بس مهجة تشلع قلبي. يلا تكمل. نزلت قبلها ملزمتي بإيدي وأراجع، وأم تصيح علي تعالي أكلي شوية، مو زين طلعين هيجي. اجتي مهجة ورحنا الجامعة اليوم آخر امتحان. دخلت لقاعتي وقريت دعائي والفاتحة لأم البنين، وبلشت الأسئلة تتوزع علينا. قمت أحل الأسئلة بالنسبة للقارئ تكون سهلة عنده، حليت وسلمت للدكتور الواقف علينا كبير بالعمر، درسني بالمرحلة الأولى. الدكتور شلونها كانت الأسئلة؟ الحمد لله سهلة إن شاء الله هالسنة هم امتياز. روعة مو؟ أكيد دكتور، موفقة بنتي. أشكرك دكتور. حلو شعور دكتور جامعي يمدح طالبته قدام القاعة. طلعت والسعادة باينة علي، هم خلصت امتحانات أمشي، وصادفنا أني وابن عمي حيدر الكرار. تفاجأت إيش عجب جاي لهنا. حيدر الكرار شلونها الدكتورة روعة؟ هلا وحيدر شلونك؟ الحمد لله. إيش عجب هنا؟ صديقي اليوم تخرجه وإجيت علي وياكم مرحلة أخيرة طب أسنانهم. ها خلصت حفلتهم؟ ايه. مهجة شلونها؟ ماكو عندها امتحان وبعدها ما طالعة. اني اترخص اروح اشوفها اذا طلعت، تجي لو عندك شغل. لا ما عندي، نزلت اجازتي هم اشوفها، مشتاق لها ام لسان. تمام. رحنا للقسم مهجة واشوفها من بعيد، اجتي علينا هياتها مهجة. مهجة هلا وضلعي شلونك؟ شنو هاي الصدفة؟ حيدر الكرار هلا بيك شلونك؟ زينة. نسأل عليك ماكو، ما تجون لعد علينا ولش؟ والله امتحانات وملتهين، حتى ما نشبع نوم. اليوم انام نومة اهل الكهف على هذا التعب. يما تتعب تلعب شعبالش لعد. بطلت اريد بس انجح، ما اريد غير شي. تنجحون وتخلصون. لا عيني روعة ما تريد بس نجاح، شرط امتياز. اذا مو هيجي تاكل راسنا. العام طلعت من 10 الأوائل على قسمها. حيدر ما شاء الله دكتورة روعة. عيني إن شاء الله طلعين وإلك مني هدية. تسلم، لا تكلف على نفسك. شنو عيني وأني وأحلى هدية مني إلك، تدللين. يلا أوصلكم بطريقي أسأل على عمتي هم. روعة لا تتعب نفسك، بابا يجي علينا. لا أني ما عندي شي، لا خابر على بابا حتى يكون عنده علم، أخاف يقلق علينا. هسه اتصل عليه. خابر على بابا وحكى اني اوصل البنات، وما اعترض بابا لان يعرف حيدر شنو. رحنا ويا مهجة صعدت يمه بالصدر واني ورا استحي منه. نزل على اسواق اشترى وكل واحدة علاقة انطانا وكل شي. شكرا. ليش زحمت نفسك؟ حيدر الكرار يابا ما سوي شي. شنو السالفة؟ غير بنات عمي انت جاي بالغريب. مهجة شكرا عيني، تدللين علينا. وبعدها وصلنا للبيت وفتحنا الباب، ما قبل يدخل لحد ما طلعت أمي سلمت عليه وأصرت يدخل. يستحي بابا مو هنا. رندها تعالي يا عمه منو قابل هنا؟ هسه شوية ويجي أبو رضا. روعة ها عيني صار أبو رضا؟ وين أبو روعة لعد؟ حيدر الكرار ضحك. ها ولك تغارين؟ رندا ما تدري انت صايرين أحزاب على غربيل. لا حقها عمه غير كبيرة هي. روعة ها مو صدق حيدر؟ كلامك صح دكتورة. صعدنا فوق نبدل، لبست وصليت وخليت حجاب على راسي ونزلنا، ولقيت بابا موجود وقاعد ويا حيدر ويسولف، وأمي قاعدة تحضر الغدا ورحنا نساعدها. مهجة راحت تفرش السفرة ونقلنا الأكل وقعدنا ناكل سوية، وكملت وقمت رحت أسوي شاي. متعودين ورا الأكل يشربون شاي. سويت الشاي وانتظرتهم يكملون من الأكل حتى أصب. مهجة نقلت المواعين الأكل. هاج مهجة ودي خل أغسل بسرعة أريد أنام. جيبي عيني. غسلت المواعين بسرعة ومهجة ترجع
كل من المكان وصعدت فوق لقيت عمرة تتصل علي بس انقطع. رجعت اتصلت عليها: عمرة وينك؟ ايش قد اتصلت عليش ماكو. اتغدى كبد. شلونك؟ زينة وانتي؟ الحمد لله زينة. كملت اليوم امتحاناتها الحمد لله يا رب النجاح. فدفد اروح لك اقول لك تجيني اليوم وياي. اروح لنور. جابت صدق صلوات. شنو جابت؟ ولد. ها منو ياخذنا؟ هادي وصلنا. ليش مو انتي بسيارتك؟ ما اقدر. ها مو شبيش مشتاقة لسواقتك والله. الله كريم تجين لو لا؟ شوفي انام اني لان نعسانة وداعتك. اي نامي والعصر كلش نروح. تمام كبد بس بسيارتك شبيش؟ اي اجي عليش. تمام تمام عيني. سلمت وسديته ونمت النومة اللي كنت احلم بيها بالامتحانات. عمرة حضرت نفسي على مود اروح النور. اخت عون جابت ولد نروح لها اني وروعة. نزلت جوا وصحت محمد الهادي. ها عمرة شبيج؟ اريد سيارتك اخذها وسيارتك تعرف صار هواي ما طالعة بيها من ماتت امي لحد الان. هاش عيني ما تغلى عليك واذا تردين اوديها الك حتى تطلعين بيها. الله كريم حبيبي بس انتي ترحين امر على روعة اخذها براحتك. شغلت السيارة وطلعت البيت. رندا اتصلت على عون وحتى أبلغ راح أروح بس ماكو. بعدها وصلت البيت. رندا سلمت عليهم. باوست رندا مشتاقت لك. رندا أني هم والله حبيبتي. شلونك؟ زينة الحمد لله. روعة بعدها نايمة مهجلة. خالة قعدت راحت تبدل وتنزل. شلونها رضا؟ ماكو نايم. روعة بدلت ملابسي على السريع واني بعدني نعسانة بس ما حبيت أكسر بخاطر عمرة وما أروح وياها. نزلت. هلا شلونك عيني؟ مشتاقين. عمرة هلا وقلبي. شلونك؟ اني اكثر الحمد لله زينة. يلا نروح. رندا دقعدي خل اشوفك. ارجع يمكم خل نروح هسه ما عندي شي. يلا طلعنا انا وعمرة وانصدمت من شفت سيارة خالو هادي جاية بيها عمرة. اي ما قدرت اخذ سيارتي يمكن عطلانة صار هواي عايفتها. اي صح. صعدنا بالسيارة واكيد عمرة لازم تشغل لقميتها بالباسم الكربلائي. من زغرة لتموت أمه يون والله ليعينه. وحشة مقبرة الدنيا بعد عين الحنينة. قبل لا نوصل طفيته كافي. عمرة رحمي حالك القاعد تسوينه بنفسك غلط. ماما نفس ما تقبل عليك. عمرة مو بيدي. روعة تتذكرين قبل شنو قلتيلي وشنو تتمنين وجاوبتك؟ روعة لحد الآن أتذكر قلتي أتمنى أموت قبل أهلي لأن مستحيل أقدر أشوف أهل حياتي من دونهم. وعمرة انتهت من بعد أمها. مرات أدعي على نفسي أموت وأروح يمها. انشبي اسم الله عليك عمرة لا تحجيني هيجي. هسه أنا طالعة اليوم وياك تونسيني غير عود مخلصة امتحانات شبيك؟ يلا عيني تدللين أونسك ايش عندي غير روعة؟ لا عيني عندك لعد حضرة النقيب عون وينه؟ ها ضحكت ما اقدر لشم لسان. نزلنا اني وعمرة وشايلة باقة ورد وهدية ماخذة النور. دقينا الباب وفتحها اخو عون. سلمت عليه عمرة السلام عليكم. هلا بيج خويا تفضلوا. تسلم. هلا يمه اقول البيت منور. عمرة بوجودك خالة شلونك؟ الحمد لله يمه انت شلونك؟ روعة سلمت علينا وخطية مكيفة بعمرة اكثر. تعالن يمه هاي نور هنا. سلمنا على نور وما قبلت على خالة. عمرة شلون جايبة هدية؟ كانت جايبة سوار ذهب. نور هلا وقلبي. نور هلا وقلبي شلونك؟ ليش زحمتي نفسك؟ عمرة الحمد لله على سلامتك يتربى بعزكم يا رب. وبعدين لا تحجين هيجي ازعل غير اختي انتي. روعة الحمد لله على السلامة. الف مبروك. الله يسلمك عمري مشتاقين. قلبي اني هم. نور منو جابكم؟ عمرة اني اجيت بسيارة اخويا هادي. يمه عمرة ما طول اجيتي ونورة نفسه ادعي يمها ان شاء الله يرزقكم بذرية صالحة انتي وعون. عمرة دموعي صارت على طرف عيني بعد كلام خالة شلون بيا. ما حبيت اكسر بخاطرها وصدق دعيت من كل قلبي الله يفرح قلبي ويرزقني بطفل. نور انتبهت علي وحبت تغير الموضوع. نور عمرة عون يدري بيك هنا يمنا؟ لا اتصلت عليه ماكو نايم خطية. ها هو هنا موجود؟ ايه. روعة اجتي خالة جايبة ضيافة وفرحانة بينا. أباوة على خالة. عمرة وجهها تغير بعد كلام بعد كلام خالة. حالة عمرة حيل قاعد تنقهر بسبب موضوع الأطفال. ايش قد ما أحاول عون وياها وقالها أني قابل ما أريد أطفال وهذا الشي بيد رب العالمين. بعد
ظلينا قاعدين شوية وانفتح الباب ودخل عون. تفاجأ من شاف خالة عمرة وهي صارت حمرة من الخجل لأن هي ابتعدت عنا بالفترة الأخيرة. عون: السلام عليكم. عمرة: وعليكم السلام، شلونك؟ الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله. روعة: هلا عون، شلونك؟ هلا بيش روعة، شلونك؟ الأهل شلونهم؟ الحمد لله بخير. عمرة: قاعد عون قريب مني بس أحسه ضاج، يمكن بسبب ما قالت له إنه أني جاية هنا. درت وجهي وحكيت اتصلت عليك هواي على مود أبلغك أنا راح أجي. عون: ها ما أدري والله نايم اليوم اجيت. أدري حكيت هيجي لأن حسيتك ضجت. لا يابا، هو اجيتي هنا وين رحتي قابل؟ منو جابكم؟ أنا اجيت بسيارة هادي. حلو جيد عمرة. نور: عوفها عيني، ترى جاية علي مو عليك. شنو تحقيق استلمتها؟ لا عيني هم صح جاية عليك هي. يما عون لازم تأجل العرس مالتكم على مود تطلع ال40 مالت أختك، مو زين عليكم. عون: إيه تامرين يما، على مود هم البيت أكمله على راحتي، يرادي هواية شغل بعد بي، وهم اجتي من جانب الجماعة. باوعت عليه ورفعت حاجبي. هذا شبيه اليوم وياي؟ رجع لي رفعت الحاجب بخزرة من هاي الزينة تقول قناص. هو منا قاعد هسه ومن النوم والعيون حمر صايرات. روعة: شبيش عمرة؟ واحد يرجع الخزرة للثاني، أنا أقول له نروح أحسن. تمام عيني هم يلا. عمرة: إحنا بروح بعد، وألف مبروك نورة قلبي. بعد وقت يما أبقي، لا فدوى لقلبك خالة. اليوم روعة مخلصة امتحانات وسحلتها وياي تعبانة. بيتك هذا يما. عون: دقيقة عمرة أجي وأحكي وياك. تمام. طلعت وياه وسحب ايدي لباب المطبخ. وقفنا. شبيك عون؟ عبالك ما راضي اجي هنا؟ ترى نور اختي وصديقتي، مهما يصير بينا تبقى هي اختي وصديقتي. عون: خلصتي كلامك؟ ايه. ايش عجب طلعتي بالسيارة؟ ليش ما انتظرتيني واني اجي عليك؟ ما ادري بيك نازل من الدوام. ايه هنا اريد اوصل. رحمة الوالديك. ليش؟ لان عمرة شلون تنزل كرامتها وتحكي؟ ما يصير تسأل، اذا مو عون يتصل عليها تصير زحمة مو. لا مو هيج، بس الفترة اللي فاتت شوية تعبانة وأحس ملامحها تغيرت من حكيت هيج بسرعة. جاوبني بكلام بيخوف. ليش شبيج؟ حتى من اجيتي وجهك أحسه تعبان. شبيج قاعدة تاخذين علاج مو؟ قاعد تاخذين علاجك لو لا؟ عمرة: ايه بس ما أدري ليش هيك يصير. أخذك غير دكتورة أوديك للخارج نشوف وضعك؟ لا ما يحتاج، ماكو أي كلام جديد، نفس الحكي. وشلون هسه تبقين هيجي؟ هاي حياتي عون، مو شي جديد، من زمان اني هيجي، بس انت الظاهر جديد عليك تشوفني هيجي. عون: ها بدينا؟ استغفر الله. انت بديت، اول ما دخلت عبالك شفت جني واخترعت، حتى سلامك ما ادري شلونه من ورا خشمك. ضحك: يا ادبسز، اكو وحدة تقول الرجل هيج كلام عيب ولج. ما حكيت غير الصدق ترى. هم صح صدق. لا تقلد يلا وخلي اروح، تأخرت هواية. سحبني من ايدي حضني حيل وباس راسي وهمس. ها هيك احسن من هذاك السلام؟ عمره: معنيتك مو صافية، وخر يلا زعلت. ضحك: احلى شي اليوم فتحتي عيوني وشفتي عيونك الحلوات، صار هواي ما شايفن. شلونك زين انت؟ ضحك: يلا كافي راح تطقين من الخجل. باوعي وجهك لو مخليه شي عليه لولج غير زين. صرتي بشوفتك؟ لا ابد والله، لا تحلفين ادري بيك. ها لعد شبيك بهاي عيونك؟ واشر بايدي على عيونه. خزرتني. رفعت الحاجب مالتك. شني هاي؟ رجعت عدتها. يلا شو تسوي؟ اموت عليك المصيبة ما اسوي شي. يلا نروح لو لا؟ دقيقة عمرة. طلع فلوس من محفظته وخلاها بايدي. هاي شنو عون؟ شنو قلبي غير مرتي وانطيتها. شبيك؟ عندي ترى ما اريد. واذا عندك يلا خذيها لا ارجع ازعل منك. رفعت حاجبي. ها سالمين؟ ها رجعت عمرة الصلفة لو لا؟ عزة هاي اني. لا تفتحين عيونك ادوخ اكثر. يلا باي بحفظ الرحمن. عمرة بالش من تمشين؟ ايه. سلمت على نور وخالة وطلعنا وفتحت باب السيارة ونزلت الجامع. عون: الله وياك، محتاجة شي؟ تسلم سلامتك. روعة: ها الوجه ورد وغمستلها. امشي لك فريني يلا ما علي ضايجة. بعيوني صار تدللين. روعة: لو هيك الخالات لو يطبقن على صفحة. ضحكت. روعة: أخذنا أكل وحلويات ورجعنا للبيت شوية، غيرت جو يا عمرة وقعدنا ناكل، وعمرة تليفونها يدق. عمرة: عون يما شبيه؟ رند دجاب ويا أمي. ها عيني. وصلتي لو لا بالي يمك؟ ايه رجعت البيت أم روعة. ها وراح ترجعين وحدك بالليل؟ عادي مو بعيدين يا عيني. خوش من ترجعين والله كريم. تمام.
رندا باتي يمنا اليوم عمرة، ما أقدر خطية هادي وحدة يبقى، وأبويا تعرفين. روعة: لا قولي حضرة النقيب ما يقبل أبو خزرة. ضحكت: انشبي عزيزتي، يعني ما حد يفرض شي علي. اي واضح. شوية وراحت خالة عمرة رغم ماما رندا قالت لها ابقي يمي اليوم، بس ما تقبل على مود خاله محمد الهادي وجده. عمرة رجعت للبيت، بدلت ملابسي وقعدت بغرفتي فوق، واتصلت على عون. ها عيني رجعت. عون: ها قلبي، شلون هالفرة زينة؟ أبد بوجهي البيت رندا. وضحكت: أدري بيج. جبنا أكل وحلويات ورجعنا للبيت ودعتك. باكر راح أجي عليكم حتى أنطيك فلوس حتى تبديني تجهزين للعرس، ووراها من تخلصين نروح أني وياك نشوف غرفة لو أدزلك وأنتي تختارين. أنت دزلي أتعب هيجي تدللي. عون ما قدرت أكمل ودموعي نزلت. شبيش عمرة اليوم أنتي مو طبيعية، صار وياك شبيش حبيبتي؟ شبيك يا هلي شبيك؟ منو يجهز وياي البنية بهيج موضوع؟ تحتاج أمها وياها. سودة علي لا تبكين يا روحي، أصير لك أهل وكل شي تردي، حتى أم، بس لا تبكين سكتي. تردين آخذ إجازة ونطلع نجهز أنا وياك؟ عمرة: لا أكيد، حتى تشوف شنو أشتري. عون ضحك: لا ودعتك، بس انتي صايرة دبسز، وين تفكيرك؟ اي صحيح. ليش ما تاخذك أم روعة وثراء أختك؟ عون: كل وحدة ملتهية ببيت وعيال وجهال ويظلون يفترون وياي. رندا عندها طفل صغير، وثراء ما تنشاف مخلصتها شغل ببيت عيالها وأطفالها هم. عون: ولا يهمك، أطلع أنا وياك وانتي شنو تردين اختاري، لو أجيب أمه وياك وتروح تكيف هي تحبك. عمرة: لا خطية خالة تتعب هيجي، أنا أشوف رندا، وإذا هاي آخذ روعة وياي ونروح. ها وحدشن شني؟ لا صعبها علي يا عيني، عادي براحتك ما اضغط، المهم انتي براحتك. شكرا هواي على تفهمك واهتمامك بيا. تدللي ما دامني عايش، ايش عندي غير عمرة حبيبتي، يحفظك الي من كل شر يا رب. فدوة اروحك. يلا قلبي اروح، انا اريد اطلع تردين شي. سلامتك لا تتأخر هواي. ضحك: حاضر عيني، اوامر ثانية لا. سديته. وبعدها ثاني يوم رندا زعلت علي: شلون تقولين هيجي لعد اني وين رحت غير اني هم امك. وبعدين تفهمت هي ورحنا نجهز، ومرات نروح اني وروعة. ثراء تخابرني وتقولي اسفة ما ساعدتك بهيجي يوم، وقفت وياك عذريني. تعرفين انتي وهيجي مر شهرين ببيت عون انتقلوا لبيتهم الجديد، بقت بس الغرفة. قال خليها علي، ما ناقشت، عادي اصلا عنده ذوق حلو بالاختيار. ثاني يوم عون جاب غرفة وصورها إلي كلش حلوة فخمة، وذوقها بعد أحلى. كملت جهازي كله ومشاعري متوترة، أجهز بس مغصة بقلبي، لأن كل بنية تحتاج أمها تكون وياها بهيج وقت وهيج أيام. رغم رندا ما مقصرة، وحتى أخواني وبالأخص عون ما قصر بكل شي. وشنو أقوله؟ يقول حاضر تأمرين. وهيجي خلصت، وإجا أخذ أغراضي وراح أودع بيت أهلي. وآخر وحدة طلعت هو أني. ظلوا يحجون نزع الأسود فال مو زين، وأنت راح تصيرين عروس، شي مو بيدي، ما أقدر أنزعه بيوم العرس، من ألبس البدلة أنزعه. وأحلى شي صار بالليل فاجئوني بيه إخواتي، جو العصر من اجوا محضريلي حنة يسوولي، رغم أني رفضت بس أصروا. ورندا: مستحيل أخليك تطلعين وتروحين وأنتي جاي، كان كل شي بنفسك تسوين، حرام تكسرين فرحتك. هسه أمي أكيد فرحانة، راح تشوفك سعيدة بحياتك. عمرة: الخاطري ما نشغل شي، بس هيجي المهم خاف تبقى بنفسك أمي انتي. عمرة: تمام أمي انتي، شكرا، جاية تعبك وياي، لا تحشينيش، يلا روح يا روحي. رندا: مو لابسة أسود، شلون ألبس هيجي؟ هي بلا كلام زايد، يلا. هو منو راح يشوفني يا عيني؟ رجلك أكيد يشوفك. ايش تحكي رندا؟ احنا متفقين ما نسوي حنا، بس هو ما حد يجي، بس هو دروحي يا أمي. روعة: كافي تعبتي أمي، امشي يلا. خالة ثراء: امشي يلا امشي. روعة: صعدنا فوق وجهزنا خالة عمرة وسرحنا شعرها، وهو طويل ويخبل. لبست فستان تصميم تركي مثل اللي يلبسونه الأتراك بيوم الحنة، ذهبي وأحمر، وخليت لها مكياج طلعت تخبل بمعنى الكلمة، لأن صار زمان ما مخلي مكياج. من توفت ماما نفس لحد الآن وهي أظافرها طويلات، ما تعبنا بيهم. خالة ثراء صبغت لها وإحنا مبدلنا، بس أمي وثراء بعدهن لابسات أسود. إحنا اليوم لبسنا الألوان. خوالي وجدو قالوا كافي بعد، ولازم أوثق كل شي.
حتى يبقى ذكرى. أصور ونزلت خالة عمرة، سوينا حفلة صغيرة ورغم كل شي صاير بس عمرة مو فرحانة من كل قلبها، تحس فرحتها مكسورة. رندا فدوة أمي، شنو هذا الجمال، عين الله تحرسك حبيبتي عمرة، هواي شكرا على كل شي جاي تسوينه إلي، أحبك، لا تبكين يا روحي، انت كافي، انتي تعبتي وتستاهلين تفرحين، عيشي كل شي لحظة بلحظة ما تتكرر بعد، وفرحي أمك كافي بعد. روعة. اجتي خالة ثراء هم تشابقن الأخوات ويبجن، تقربت يمي مهجة وحضنتني، مهجة أوي فدوة يخبلن منظرهن هيجي. اي صحيح عمرة. رحنا على الاستقبال، رندا مسويت لي كل شي، أشكال حنة مرتبة الميز وترتيب طقوس الحنة، مرتبة الميز، ترتيب كلش حلو، الورد والشموع. رفعت راسي أشوف صورة أمي معلقة، تمنيتك وياي بكل شي، تلفوني يمي يدق عون ها عمرة عيني، هلا وشلونك، جاي بالطريق تستقبليني ولا لا، هلا بيك منتظرتك، أويلي يابا جاي دقيقة ويمك. ضحكت، تمام عيني. روعة أوقفي أصورك، راح يجي عون، ايه باعي أشو استحي، جيبي حجاب، لا بيبي ماكو هسه من تخلين هذا الوشاح على راسك الأحمر تولي خبل، انتي مو من زمان تتمنين هيجي تسوين، هسه حققنا إلك، بعد تردين الباب يندق، راح هادي يفتح الباب، اخواني موجودين يمنا بس نسوانهم بالليل تجي، احس راح اتخربط من التوتر، عبالك اول مرة اشوف عون، ايديا ترجف، اخذت نفس طويل واهدئ نفسي، قاعدة على التخم، ودخل عون لابس قميص وبنطلون ولازم بيده بوكي ورد كبير. عون واخيرا مبروك يا احلى عروس، شوفها عيني، مبروك يا تعبي اللي تعبته وحصلته. عمرة الله يبارك بيك، شنو هاي عمرة، شنو هذا الجمال، اباوع عليك واقول اخاف احزك، لا تبالغ ترى نفسي ما متغيرة، لا للدرجة اشوفك اميرة قاعدة قدامي، اتمنى هسه اخذك ونشرد، ها توافقين. ضحكت، هاي لان الوان لابسة صح، انتي بكل حالاتك تسحلين سحل، مو ناب لابسة هيجي. بعدها دخلن اخواتي وروعة جابت كيكة، انصدمت بيها صورتي وصورة عون بيها، باوعت على عون وحكيت هاي شوكت عون، هسه من اجيت جبتها الك بس وداعتك على عم عيوني، شوفتهم صورتك. ضحكت، ما اعرف شنو اقول لك، هواية هيجي، وانتي تستاهلين ينرشلك ورد وتمشين عليه، انتي عمرة مو اي بنية، الله لا يحرمني منك، احبك. اخواتك هنا كان عرفت شلون ارد، بس ان شاء الله باشر تدللين يا رندا، الف مبروك عليكم، ربي يهنيكم ويسعدكم. عون مشكورة ام روعة اخويا، ترى الف مبروك، 7 سعادات عليكم، رحم الله والدي خويا. روعة قربت امي الحنة وعون اخذ منها وخلى على ايد عمرة، وبعدها طلع من محفظته ورقتين وخلاها بايدها ولبسها وردة وبي شريط. عمرة هم خلت على ايد عون شوية، واخذت لهم كومة صور، باس راسها وشوية وطلع لان هو عنده شغل، واجا هم سووا تسجيل دخول خوالي ونسوانهم، سلموا على خالة عمرة وكلهم جايبيلها ذهب، وبالاخير دخل جدي صعب شبقها حيل وهي هم صعب. الله يسعدك بويا بحياتك يا فرحتنا الصغيرة، بيت ابوك مفتوح، شوكت ما اجيتي بيت صعب راح يفتقدك هواي. عمرة الله يحفظك ولا يحرمني منك يابا. روعة دمعت عيوني بعد كلام جد صعب، قدم لها علبة وقال هاي هدية امك، الله يرحمها، خواتش من الزوجن كانت حاضرة وانطتهن، بس انتي هاي الك بويا ضميها، تمنيتي يا حاضرة وتسلمني اياها يابا، بس امي ما حضرت، فرحتي ليش، الله يرحمها برحمته الواسعة يا ابويا، امر الله بعد ما بدينا شي. عمرة الله يسعدك بحياتك. روعة بعدها خوالي جابوا الاكل من برا وقعدنا تونسنا، كانت لمة حيل حلوة، وشقد تمنينا ماما نفس موجودة ويانا ونسمع صوت ضحكتها الحلوة بينا. ثراء نزلت فراش هي ومهجة الخوالي، واحنا فرشنا سوية انا وعمرة وامي وخالة وثراء ومهجة. عندي حماس باكر عمرة عرسها، بس هي مشلبة بماما رندا، حتى فرشة فراش يمها وسولفنا شوية وبعدها نمنا، ما حسيت بنفسي، ماما تقعد بينا حتى نقوم، وعمرة تروح للصالون متمددة بفراشي، أباوع على أمي، رندا تقومي يا عيني، عمرة وراج صالون وهوسة، عمرة يصير أبطل ما أتزوج، ما أريد، رندا امشي لك رجال انتظرك هواي، قومي عمرة كافي خطية، رندا بس ولا نفس، قومي جهزي نفسك قولي يا الله بس تجين وياي، ما اتحرك خطوة واحدة اذا ما تجين.
أجي والله شلون أعوف بنيتي الصغيرة وحدها بروح أمي عليش رندة وروح راحت بعد يلا. أحبك هواي ثراء ماكو وين خطية قاعد تنظف جوه ترتب البيت هي وجنات سودة علي عمره. سبحت وغيرت ملابسي ونشفت شعري زين على مود التسريحة. ايش روعة تسوين تسريحة لو لا توجع راسي شي بسيط أحسن بعد على وعدك عمرة وعد بالزفة تصعدين وياي بالسيارة اني وعون روعة ياي وناسة وربي شني انتي احلى خالة بالعالم كله. احبك هواي اني هم احبك واموت عليك روعة. على السريع غسلت وتريقت وانطلقنا للصالون اني ومهجة والعروسة وثراء محمد الهادي وصلنا. نزلنا يم الصالون احنا جاهزين فبسرعة أنا طلبت مكياج بسيط بس تركز لي على عيوني ومهجة هم. عمرة رادت مكياج بسيط وتركز لها على العيون. خلصت مكياجي وبدت بشعري وسرحته وما سويت تسريحة. مهجة هم سوينا نفس الشي حتى البدلات نفس الشي بس اللون يختلف. كملنا وقمنا نصلي على محمد. عمرة تجنن طلعت هي شعرها طويل وطلبت تسريحة بسيطة وثراء هم تجنن طلعت شوية وخابر عون على عمرة. عون ها عيني كملتي اي خلصت راح اجي لفي روحك زين ماري شي يبين منك خوش تمام اي فهمت روعة يلا راح يجي عون لمي الاغراض. كملت كل شي وخالة ثراء تعالي لبسي. انتظرنا شوية ودق تليفون عمرة اني لازم تليفون عمرة ردت عليه وطلعنا. دخل عون لابس رسمي أسود وقميص أبيض تقدم على عمرة ما أعرف شنو همس بيناتهم وأخذ إيدها وصعدنا بالسيارة مشغل تبريد وسيارة عطرها يخبل. عمرة قعدت بالصدر وإحنا ورا. صورتهم الحب كان واضح عليهم هم الاثنين وخاصة عون مبين عليه. وصلنا للبيت ونزلنا تلقتنا أمي رندة ألف مبروك يا نور عيني انتي اجعل حياتك كلها فرح وسعادة ولا تنسين بيت أختك مفتوح وأنا وأبو رضا ما نقصر وياك. روعة عمرة شبقت ماما وباستها ودخلنا للبيت ما كان أكو مكان واحد يدخل. ناس وصديقات عمرة بالدوام وأقاربنا وزوجات وأصدقاء خوالي وأهل عون وأقاربهم. شوية وإجا وقالوا راح يزفوهم. لبست بشت فوق بفستان وشالي لفيته طلع يجنن. عمرة لا فيها لف لأن عون ما يقبل أحد يشوفها. طلعنا وصعدنا بالسيارة عمرة بالصدر وعون يسوق السيارة وأني ونور وأم عون قاعدين ورا. الطريق انسد أصدقاء عون لعبة ولعب. بعدين عمرة ما قبلت لأن هي رايدة على السكيتي. صعدة وأني مهمتي التصوير. وصلنا للفندق نزلت أم عون وأني ونور وظلينا قاعدين ماما ومهجة ورضا بسيارة بابا والولد كل من بسيارته وسيارة محمد الهادي صاعد بيها جدو. نزلت للفندق ماما وأم عون وخالة ثراء وبعدين رجعوا وإجا أخو عون ساق السيارة ورجعنا للبيت. تعبت من التصوير وخليت راسي على الجامة وغمضت. روعة وبعد مرت الأيام بحياتنا وكل من عايش بخير وسعادة. مرت على زواج عمرة تقريبا سنة وما صار عندها أطفال. اليوم عيد الأضحى وكنا متجمعين خوالي وخالاتي وأهلي وعمرة كنا ببيت جدو راح يذبحون خروف الماما نفس. متجمعين البنات كنا قاعدين والولد برا ويا القصاب. خلص اليوم بين سوالف وشقة وكانت لما كلش حلوة بس أكيد ناقصها ماما نفس. روعة يلا عيناي الكل يتجمع آخر صورة. وقفوا خوالي وزوجاتهم وخالاتي وأزواجهم وأطفالهم أهلي كلهم متجمعين حول جد صعب. يلا 1 2 3 تشيز. وانتهت رواية بأكملها بصورة تذكارية من الألبوم العائلة. انتهت رواية امرأة حنونة بموتها. انتهت رواية جبروت آل صعب بس أكيد ما ننسى حب وصبر وتضحية رندة لبناتها. جبروت صعب صبر عون العمرة. حب عمرة لأخوانها وأهلها. حب روعة لأمها والشيخ قلبها. انتهت أجمل رواية عشنا وياها كل شي بحذافيره من حزن وفرح. وأخيرا انتهت رواية جبروت آل صعب. لهنا وتخلص الرواية. خفيفة يعني مو ذوقي بس حلوة. بعدين اكو شغلات ما فهمتها بصراحة يعني بالرواية. اول شي بالبداية البارتات كانت تقول ابويا يموت على امي وابويا يعني وتحبهم سوا ويقعدون سوا ويضحكون سوا. شو باخر بارت لا يعني قالت انه ابويا ما كان يعامل امه زين. المفروض الكاتبة توضح هذا الشي من البدايات. توضح انه امها نفس شلون كانت عايشة من البدايات حتى القارئ ما يتلخبط
بقراءتي. يعني هسه أنا تخربطت، صار عندي ايرور بدماغي، شلون هي كانت بالبداية يموت عليها ويحبها، بعدين بالأخير قلب، حتى مشاعر ما إلها يعني إدها، بالسبعة راح زين وماكو، ما تأثر بموتها نهائيا. يعني كلش صارت عندي لخبطة بهذا الموضوع بصراحة، بس خفيفة الرواية، يعني ما شفنا بيها شي يعني مشوق بصراحة يعني. بس يعني ها هي انتو طلبتوها ونزلت لكم اياها، او واتمنى تكون يعني عجبتكم، واذا عجبتكم قولوا لي بالتعليقات، واذا ما عجبتكم هم قولوا لي بالتعليقات. وهسه يلا باي.